السلام عليكم أعزائي، أخوكم جهاد كور وفيديو جديد حول عفرين وماهية الحرب والاعتداء التركي على عفرين وتسليط الضوء على اتفاق الروسي التركي الذي يقضي عفرين مقابل إدلب والغوطة الشرقية. طبعا يقول التركي وعلى لسان رجب طيب أردوغان رئيس هذه الدولة الفاشية بأن صراعهم وحربهم سواء كانت في عفرين، سواء كانت في مدن كردية أخرى، سواء كانت على أجزاء كردستانية أخرى، سواء هذه الحرب أو الحروب السابقة التي جرت قبل عامين وقبل عقدين على مدى آخر 4 عقود، يقول بأن صراعهم ليس ضد الشعب الكردي، هي ضد الأحزاب الكردية. حقيقة أردوغان محق تماما فيما يقول. الحرب التركية هي ليست ضد الكردي المدني الراعي راعي الأغنام أو المزارع أو الفلاح الكردي البسيط. الحرب التركية هي ضد أي إرادة كردية حقيقية. الحرب التركية هي ضد الأحزاب الكردية، ضد العسكري الكردي، هي ضد الموسيقى الكردية، ضد المدارس التي تدرس أبنائها باللغة الكردية، ضد المسرح الكردي، ضد محطات توليد الكهرباء الكردية، ضد البنية التحتية الكردية. فبالتالي أي بنية تحتية كردية، أي إرادة كردية تعتبر عدو حقيقي بالنسبة للتركي. المطلوب تركيا بالنسبة للكردي أن يبقى ذاك الكردي البسيط المسالم، لا إرادة سياسية لديه، لا قوة عسكرية لديه، لا اقتصاد مستقل لديه، خيراته تنهب سواء بالنسبة للغاز، بالنسبة للبترول، بالنسبة للمادة الأثمن في هذا الوقت الأنهر والمياه دجلة والفرات مثلا. فبالتالي مطلوب من الكردي أن يبقى إنسان مزارع يهتم فقط بلقمة عيشه اليومية، يهتم فقط بقوت يومه وقوت عياله. مطلوب كرديا أن يكون ذاك الكردي الذي يتكلم الكردية فقط في المنزل وبين أبنائه، في الشارع، في المدارس، في الجامعات، في المشافي، في الدور الحكومية، في كل مكان. المطلوب تركيا هو أن يوجد كردي غير كردي الثقافة، غير كردي المعالم. هذا بالنسبة للجانب التركي. بالنسبة للمعارضة السورية، مقاتل المعارضة السورية رسول السلام، رسول الحرية والديمقراطية، قبل أن يهجم على قرى عفرين وعلى تخوم القرى يلتقط فيديو، يلتقط سيلفي بكاميرا الموبايل، يلتقط فيديو يقول بأن حربهم ليست ضد الشعب الكردي، بل حربهم هي ضد الأحزاب الكردية الانفصالية الملحدة، وليست ضد الشعب الكردي، لأن الشعب الكردي هو مسلم مثلهم. طبعا يعني نفهم من هذا الحديث أنت كردي مسلم فأنت لا تقتل، أنت لست مسلم أنت تقتل. إذن حسب المنظور هؤلاء المرتزقة من المعارضة السورية الذين ارتضوا لأنفسهم سحب مقاتليهم من جبهات قتالهم مع النظام السوري وزج بهم في معارك الأتراك ضد الشعب الكردي، هو مرتزق. فبالتالي هو يقول أنه حرب ليست ضد الشعب الكردي ولن يقتل الكردي المسلم، وهذا كذب بطبيعة الحال، إنما حربه هي ضد الأحزاب الملحدة. أوكي، لكن في عفرين نحن لدينا أكراد كرد علويون، ماذا سيكون مصيرهم بالنسبة لمنظور هذا المقاتل؟ لدينا في عفرين كرد ايزيديون، لدينا في عفرين مسيحيون، لدينا في عفرين مسلمون علمانيون. ماذا سيكون مصير هؤلاء الناس بالنسبة لمنظور مقاتل المعارضة السورية؟ طبعا فصائل المعارضة التي تهاجم عفرين تحوي كل أشرار العالم، من جبهة النصرة إلى نور الدين الزنكي وباقي فصائل درع الفرات. كل مهزوم هزم على الأرض السورية جمعهم أردوغان وأدخلهم في معارك عفرين. كل هؤلاء الأشرار والفاشية التركية يهاجمون عفرين،
ثم يقولون الكرد أدخلوا النظام إلى عفرين. بالمناسبة إذا الكردي لم يقبل دخول نظام بشار الأسد إلى مناطق كردستان سوريا أو المناطق الكردية في سوريا أو الشمال السوري، إذا لم يقبل الكرد بهذا الطلب يقولون أنه كردي ملحد انفصالي. وإذا قبل الكرد بدخول بشار الأسد إلى عفرين قالوا عنه ملحد عميل للنظام. طبعا المطلوب على مقياس هذه المعارضة وعلى المقياس التركي، المطلوب أن يقبل الكردي بدخول فصائل المرتزقة السورية والجيش التركي إلى عفرين، وقتها فقط سيصبح الكردي بني آدم. طبعا المعارضة السورية من خلال معركة عفرين هي تبحث عن أي نصر بعد سلسلة الهزائم التي منيت بها على مدى 7 سنوات في سوريا، سلسلة الانكسارات التي كلها تمت بتواطؤ تركي، سواء من تسليم حمص إلى تسليم حلب. وأقلام المعارضة السورية، المعارضين السوريين الشرفاء يكتبون عن هذا الأمر ليل نهار، أن حلب قد تم بيعها للنظام السوري بصفقة كي يسمح للتركي بالدخول إلى جرابلس ومدينة الباب وعزاز وبلدة الراعي. فبالتالي مقاتل المعارضة السورية يبحث عن أي نصر لينتشله من مستنقع الهزائم الذي مني به على مدى 7 سنوات. هو فقط ليس مهم النصر أين يكون، ربما يكون على النصر لن يكون بالمطلق على بشار الأسد. هذا الأمر فهموه تماما. فبالتالي وتلبية لرغبة داعميهم هم الآن يبحثون عن أي نصر، سواء كان على الكردي. هم ينتصرون حتى على بعضهم البعض، تراهم يتقاتلون في إدلب ليل نهار كي يثبت هذا الفصيل لمواليه ولداعميه أنه قادر على البقاء. طبعا بالنسبة للنظام السوري، الإدارة الذاتية في منطقة عفرين طلبت من النظام السوري منذ اليوم الأول للعدوان والحرب التركية، طلبت من النظام السوري الدخول إلى عفرين، إلى الحدود الدولية السورية بين تركيا والعفرين ولحماية الحدود. النظام كان في البداية كان راغب بهذا لأنها فرصة مواتية للتأديب التركي الذي زج بكل دواعش العالم وأدخلهم سوريا. لكن النظام تردد لسببين: أولا السبب الروسي، وثانيا سبب ذاتي. النظام لا يريد أن يفاوض الكرد على عفرين فقط، النظام يرغب أن يفاوض الكرد على كامل الشمال السوري، يريد أن يفاوض الكرد على كل كردستان سوريا. أما الكرد فطلبوا النظام في عفرين فقط ويفاوضون على عفرين فقط. أما النظام وجد فرصة سانحة له كونه عسكريا في هذه الظروف الراهنة غير قادر عسكريا الدخول إلى المناطق الكردية، فبالتالي هو أراد أن ينكسر الكرد في عفرين، ينهزموا، تدمر المدينة، كي تضطر الإدارة الذاتية الكردية والفيدرالية الكردية وتضطر الأحزاب الكردية ممثلة هنا بالحزب المسيطر على كردستان السوري هو حزب الاتحاد الديمقراطي بيدي، كي يضطر هذا الحزب أن يفاوض النظام على كامل كردستان سوريا وكامل الشمال السوري. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الذي منع النظام من التقدم، الذي منع النظام من أن يمنع التقدم التركي، هي الرغبة الروسية. هناك اتفاق روسي تركي بخصوص سوريا. نحن نعلم منذ أن قامت تركيا بإسقاط المقاتلة الروسية قبل عامين فوق إدلب على الحدود بين سوريا وتركيا قرب هاتاي، وبعدها عندما زار أردوغان روسيا واعتذر للروس وللرئيس الروسي بوتين عن إسقاط الطائرة، انعطف انعطافا شديدة وكاملة فيما يخص بالأزمة السورية. هو الآن لا يهمه لا الأسد ولا مصيره ولا الثورة السورية بقدر ما يهمه الآن إزالة أي إرادة كردية في الشمال السوري. فبالتالي الاتفاق الروسي التركي كان أن التركي يسمح للروسي وللنظام السوري
بالسيطرة على ثلث منطقة وثلث المناطق التي يسيطر عليها المعارضة في حما وإدلب، وهذا شاهدناه بالصور وبالفيديوهات. خلال 3 أيام سيطر النظام السوري على 400 قرية ومطار أبو الظهور وبلدة أبو الظهور، ووصل إلى الشمال سكة القطار في إدلب. سيطر على مساحة تقدر بثلث المساحة التي تسيطر عليها المعارضة في الشمال السوري. والغوطة الشرقية، الغوطة الشرقية أكبر مستفيد الآن من المجازر، من الهجوم الذي تشنه الطائرات الروسية والسورية والجنود السوريون ومرتزقته من الإيرانيين والأفغان وباقي الميليشيات الشيعية. أكبر مستفيد من هذه الحرب في الغوطة الشرقية يا سادة هي تركيا، هو رجب طيب أردوغان. ببساطة نتائج معارك الغوطة الشرقية واضحة تماما لا لبس فيها. إن استمرت المعارك شهر، شهرين، 3 سنة، فبنهاية الأمر سيضطر المقاتلون هناك خروج من الغوطة الشرقية والتوجه شمالا. نحن نتحدث في الغوطة الشرقية عن حوالي 30,000 مقاتل كما يدعون هم. الجيش الإسلامي يدعي أنه يملك 20,000 مقاتل، وفيلق الرحمن يدعي أنه يملك أكثر من 10,000 مقاتل، فبالتالي نحن نتكلم عن 30,000 مقاتل. هؤلاء المقاتلون إن توجهوا إلى الشمال السوري سيصبحون بنادق جاهزة في اليد التركية. 30,000 مقاتل مدرب بالسلاح وجاهزين لمقاتلة الشعب الكردي في الشمال. فبالتالي أردوغان يطمح أكثر من النظام السوري بأن يتمكن النظام السوري والروس بإنهاء معركة الغوطة الشرقية بأقرب وقت، كي يحصل أردوغان بالمقابل وتحصل تركيا على آلاف المقاتلين ليزج بهم في معاركه الشخصية ضد الشعب الكردي وضد الإرادة الكردية في الشمال السوري. طبعا بالنسبة فاتني أن أقول من هو الكردي الجيد ومن هو الكردي المتذبذب. الكردي الجيد بالنسبة للأتراك هو الكردي الميت. الكردي الجيد بالنسبة للأتراك هو الكردي الميت. أنا كنت في أنطاليا قبل 4 سنوات. أحد الأتراك سألني سؤال أنا اعتقدته سؤال بسيط جدا. سألني أين هو الكردي الجيد؟ سألني باللغة التركية أين هو الكردي الجيد؟ أنا طبعا بطبيعة الحال لا أعرف ماهيته، لا أعرف الماهية، ولا أعرف ماذا يريد من السؤال. أنا بطبيعة الحال أجبته مثلا أن أكراد العراق، كردستان العراق، هم أكثر الأكراد الذين عانوا من الظلم والاضطهاد والقتل، فبالتالي قاوموا وناضلوا وحصلوا على حريتهم في نهاية المطاف. فأجبته بطبيعة الحال أكراد العراق هم أكثر من ضحى في سبيل حريتهم، فأعتقد أنهم الأفضل. أعطاني جواب صدمني في الحقيقة وإلى الآن ما يزال في مخيلتي. قال باللغة التركية قال أن إي كرت توبراق ألتنده. هاي باللغة التركية أي معنى الكردي الجيد، أي أفضل الكردي هو الكردي الميت. أفضل الكردي هو الكردي الميت. والكردي الكردي المطلوب تركيا والمطلوب إيرانيا والمطلوب عراقيا أو سوريا هو الكردي المتذبذب، الكردي المنحل، الكردي الجبان الذي لا يملك لا قوة عسكرية، لا إرادة سياسية، لا أحزاب، لا تنظيم، لا قوة اقتصادية، لا نفط ولا بترول ولا إلى آخره. طبعا الكلام يطول عن عفرين ويطول عن مجمل الوضع الكردي في سوريا، الوضع في كردستان سوريا والوضع السوري بشكل عام. أنا هنا أتمنى منكم طرح الأسئلة التي تودون أن نناقشها في حوارات أخرى، في فيديوهات أخرى، في مناسبات أخرى. دمتم بأمان الله. شكرا جزيلا لكم. تحياتي.